الشركات اللي لسه باديه بيشتغلوا على برودكت وسيرفيس، لكن ما بيشتغلوش ان هم يبقوا كومباني ليتر اون. وعشان تبقى كومباني محتاج ان انت تشتغل على الكومباني مانجر. لو انت عندك كامباني مانيوال انت بتقدر تستفيد استفاده كبيره جدا من التيم اللي شغال معاك. ناس كتير بتسيب الشغل بسبب انها تايهه في الشركه، ان هي مش عارفه دورها الحقيقي ايه، مش عارفه الدور ده فاليبل ولا مش فاليبل. فلما بيلاقوا شركه كبيره، هم الفكره مش في انها شركه كبيره، ولا الفكره بس انها ايمج، ولا الفكره انها فيوتشر. الفكره ان في بزنس سيستم لكل ديبارتمنت في الشركه، في بزنس سيستم لكل خطوه في الشركه. واول خطوه في الكامباني مانيوال ان انت توثق كل خطوه موجوده في الشركه دلوقتي على الوضع الحالي. في اخر السنه هتلاقي ان انت التيم عندك بيكبر وبكل بساطه، من غير ما تقعد تحط ايفورت كل شويه الكامباني دي بتتحرك ازاي، وده مناسب للكامباني ولا مش مناسب للكامباني. عشان تحافظ على التيم محتاج ان انت يبقى عندك بزنس سيستم، ان انت يبقى عندك كومباني مانيوال.